في قلب الغابة الكبيرة وسط شجر عالي وصوت عصافير مش بيسكت. كان في منتج اسمه الفرفوشة، الكل كان بيحبه والطلبات عليه ما كانتش بتقف. لكن فجأة الأرقام نزلت، المبيعات وقعت. الزعيم قالها بصوت عالي: لازم اجتماع. أنا جمعتكم النهاردة في زوم ميتينج عشان نحل مشكلة كبيرة. المبيعات وقعت وكلنا مسؤولين. كل واحد فيكم عنده وجهة نظر وعايز أسمعها دلوقتي. أنا شايف إن المشكلة مش في فريق المبيعات. إحنا اللي فوق مش واضحين. مفيش أهداف ومفيش أولويات. كل يوم قرار وكل يوم تغيير. الفريق تعب. محتاجين نثبت الاتجاه ونقف مع الناس بتوعنا بجد. أنا شايفة إننا بعدنا عن السوق، بقينا شغالين من غير ما نفهم العميل. لازم نرجع نسمع صوت الناس، نعرف بيفكروا في إيه. إحنا بقينا مملين، العروض قديمة والدعاية بقت مكررة. ليه ما نعملش حاجة مختلفة؟ حملة تفاجئ الناس، تخليهم يتكلموا عنا. المشكلة مش في البيع، المشكلة بعد البيع. التأخير في التوصيل، الغلطات اللي بتحصل كده العميل بيمشي. لازم نظبط الدنيا. عندنا أرقام كتير بس مين بيفهمها؟ ولا حد. بنشتغل على الحظ مش على الداتا. لازم نحلل ونفهم وبعدين نقرر. السوق بيتغير بسرعة واحنا لسه واقفين. فين الخطة؟ فين الرؤية؟ احنا محتاجين نفكر لقدام مش نبص تحت رجلنا. المنافسة شديدة قوي وفي ناس سبقانا بكتير. نطور، نشد حلة، نشوف ايه ينفعنا. لازم، لكن بسرعة وبدقة. احنا بنصرف كتير بس على ايه؟ في حاجات مش فارقة مع الزبون. نراجع المصاريف ونركز على اللي بيجيب نتيجة فعلا. التفوق عمره ما يحصل بفكر واحد، والتميز الحقيقي نتيجة دايماً للعمل وسط فريق. والكبير فعلاً هو اللي يفهم ويسمع قبل ما يتكلم.